السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. في الفيديو ده باذن الله هقول لك على اهم كتب المراجعه النهائيه اللي انا جبتها، واقول لك على اهم كتاب انا حليته في كل ماده ولقيت والله اسئله منه بالنص في امتحان اخر السنه. وبالنسبه لكل ماده هقول لك على اهم فصل لازم تركز عليه، عشان والله ده الفصل اللي انا هقول لك عليه ده هو ده اكتر فصل بيجي عليه اسئله في امتحانات نهايه السنه. فانا عايزك بالله عليك تركز معايا وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبه برضو لمذكرات المدرسين، هل تستحق اللي انا اجيبها ولا لا؟ هقول لك بما يرضي الله، بما يرضي الله مذكرات المدرسين دي زي سواء مذكره مستر محمد ايمن او مستر محمد صلاح او مستر احمد الجاري. مذكرات الفيزياء هقول لك على اللي تشتريه او يستحق الشراء او لا. فالفيديو ده مهم جدا 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 جدا. فبص، بنقل لك العصاره او الخلاصه بتاع المراجعه النهائيه باذن الله في الفيديو ده. فلو انت ما تعرفنيش، انا محمد حسن طالب بكليه الطب البشري، فعايزك تنزل تعمل اشتراك لو ما عملتش اشتراك، يعني لان انا باذن الله هقول لك ازاي تراجع مثلا الانجليزي. الحمد لله رب العالمين مقفل الانجليزي، ازاي انا قفلت الانجليزي اصلا، ازاي مثلا، وازاي انا نقصت درجه ونص في الفيزياء بالرغم ان كان امتحان الفيزياء بتاعنا اقسم بالله من اصعب امتحانات في الفيزياء على مدار الثانويه العامه. فده كله باذن الله هنقول لكم تجربتي خلال الفتره الجايه. فلو عملتش اشتراك انزل اعمل اشتراك، بجد بجد هتستفاد يعني. طيب خلينا كده نبدا باول ماده معانا الا وهي العربي يا صديقي. طيب بالنسبه بقى للعربي، احنا عارفين ان العربي من اكتر المواد اللي عليها درجات. فالعربي عندك منه فروع كتير، منه النحو، منه الادب، منه البلاغه، منه النصوص. طيب انا حليت في العربي كتابين ومذكره مستر. الكتاب الاول اللي انا حليت منه الا هو كتاب كيان. كتاب كيان انا حليت منه النحو بس، يعني بجد جبت كتاب كيان كده حليت منه جزء النحو بس على كل واحده، بجد. بس هو ده اللي انا عملته في كتاب كيان، ده الجزء اللي انا حليته منه من كتاب كيان. فكتاب كيان انا عايزك بس قبل ما تروح تجيب كتاب كيان مراجعه نهائيه، انا عايزك تعرف ان كتاب كيان هو من اصعب الكتب في النحو. طب ليه احنا بنحل مثلا كتاب كيان اللي هو اصعب كتاب في النحو؟ طب ليه؟ لان النحو في العربي هو اكتر فرع يعتبر انك المفروض ضامنه، فانت بخليك تتدرب على اصعب الاسئله بحيث لما تخش باذن الله امتحان العربي تكون لما اسئله النحو تكون صعبه انت بالفعل تكون اتدربت على الاسئله اصعب من الاسئله اللي جالك في الامتحان ده. فكتاب كيان هو بيوفر لك الميزه ديت الا وهي جزء النحو. يبقى جزء النحو هنحله من كتاب كيان مراجعه نهائيه. طيب بالنسبه للنصوص والقراءه، انا حليت فيها كتاب الاضواء، وكانت يعني بص الاسئله مقاربه جدا 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 بتاع القراءه والنصوص بتاع كتاب الاضواء لاسئله الامتحان بجد. طيب بالنسبه بقى لمذكره المستر، انا كنت مشترك مع مستر محمد صلاح، وبجد بجد لو تعرف تشترك مع مستر محمد صلاح في المراجعه النهائيه هينقل مستواك حرفيا، يعني كويس جدا جدا. مستر محمد صلاح بجد في العربي، فلو انت لو تعرف بجد تعرف تشترك معاه، اشترك معاه في المراجعه النهائيه. وحرفيا انا ما سبتش فسفوسه من مستر محمد صلاح بينزلها في المراجعه النهائيه، بالرغم ما اشتركتش معاه اصلا طول السنه غير شهر واحد، وسبت ونزلت تاني سنتر. تمام. فمستر محمد صلاح بجد لازم تاخد معاه في المراجعه النهائيه. طيب حوار بقى اخد اونلاين ولا اخد سنتر في المراجعه النهائيه، دي هنعمل لها فيديو لوحده عشان بس الفيديو ده ما يطولش مننا يعني. فكده الحمد لله خلصنا العربي، عرفنا نحل فيه كتاب الاضواء، كتاب كيان في النحو، وبالاضافه لمذكرات مستر محمد صلاح بتاع اونلاين. طيب خلينا نخش على تاني ماده الا وهي ماده الفيزياء. طيب انا عايز اتكلم على ماده الفيزياء بشكل واسع شويه. فالفيزياء انا حليت فيها كتابين. اول كتاب معايا اللي هو كتاب الامتحان، وتقدر تعتمد عليه ككتاب اساسي. يعني انت لو مش عايز تجيب، انا حليت كتاب الامتحان وكتاب الشامل. طيب انت لو عايز تعتمد على كتاب واحد فكتاب الامتحان كافي جدا 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 في الفيزياء، بجد يعني كافي كويس قوي. طيب انا كنت مشترك مين في الفيزياء؟ كنت مشترك مع دكتور كيرلس. هقول لك برضو ازاي تذاكر الفيزياء، وازاي انا الحمد لله رب العالمين نقصت درجه ونص. شايفهم درجه ونص قليله شويه، يعني درجه ونص كويس جدا. انا نقصت درجه ونص مع امتحان الفيزياء اللي هو حرفيا اصلا في ناس كتير جدا ما عدتش منه، لان امتحان الفيزياء بتاعنا كان صعب جدا 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 بجد. فالفيزياء تحل كتاب الامتحان وكتاب الشامل. طيب عايز اعتمد على كتاب واحد، كتاب الامتحان بس. بالله عليك يا جدع، بالله عليك ما تسيبش سؤال في كتاب الامتحان مش فاهمه، لان اغلب الاسئله اللي والله العظيم اغلب الاسئله اللي جت في امتحان اخر السنه بدرجتين كانت من كتاب الامتحان، من اجل اجزاء من الامتحانات اللي هي في النهايه بتاع كتاب الامتحان دي. هو كتاب الامتحان بيديك اسئله على كل فصل،
تمام كده. وبعد كده بيديك شامله، فالامتحانات الشامله اللي في اخر الكتاب جت منها اسئله بجد في الامتحان. انجليزي يا صديقي، بص انا عايز اقول لك ان الانجليزي ده انا كنت اكتر ماده بكرهها في حياتي هي الانجليزي، ومع ذلك ربنا وفقني ان انا ادخل اقفل الانجليزي، والحمد لله رب العالمين جبت فيه الدرجه النهائيه، وكنت من ضمن اصلا ال 12 الاوائل على مستوى الاداره اللي هم مقفلين الانجليزي. يعني امتحان الانجليزي برده كان تقيل عندنا، ومع ذلك بالرغم ان انا قفلت امتحان الانجليزي اللي انا كنت والله الماده الوحيده اللي كنت حلل فيها كتاب واحد، الا هو كتاب المعاصر. ليه؟ لان انا حاولت افهم الماده، فاهمني؟ انت لما تفهم الماده وتفهم الاصل بتاعها وتحفظ كلمات كتير، وهقول لك برضو ازاي انا الحمد لله رب العالمين والله العظيم بكتاب المعاصر، هو كتاب واحد في الانجليزي الحمد لله دخلت قفلت. هتقول لي بقى وانت ممكن تكون غشيت، يعني ما بيني وبينك برضو يا دكتور ما انت ممكن تكون غشيت في الانجليزي. هقول لك هو احنا اتنين بس على مستوى المدرسه اللي احنا مقفلين الانجليزي، مش عارف بقى انت بس. فانا باذن الله اعمل لك برضو فيديو ازاي ذاكرت الانجليزي، كده كده هنعمل سلسله مع بعض باذن الله، بس مش عايز اطول الفيديو اكتر من كده، تمام؟ هنعمل سلسله مع بعض اللي احنا ازاي نراجع كل ماده يعني، فعشان كده بقول لك انزل اعمل اشتراك في القناه، يعني انا مش عايز تعمل براحتك. المهم كده خلصنا الانجليزي، هنحل فيه كتاب المعاصر. طيب بالنسبه للاحياء بقى، عايزك تركز معاه بالله عليك في الاحياء، لان انا بقول لك من دلوقتي ان اصعب امتحان هيجي لك في امتحانات الثانويه العامه الا هو امتحان الاحياء. ختام الثانويه العامه بيكون امتحان الاحياء، وهو بيكون اصعب امتحان، بيكون اكتر امتحان جدلي في الدنيا، الا هو امتحان الاحياء بجد. طيب عايز اقول لك ان في ماده الاحياء انا حليت فيها 4 كتب بجد. ايوه انا حليت فيها كتاب الامتحان، حليت فيها كتاب تفوق، حليت فيها مذكره احمد الجوهري، في كتاب تالت كده، في كتاب رابع اقصد مش فاكره بجد. ولكن انا عايز اقول لك ان ماده الاحياء خدت مجهود مني كبير كتير 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 جدا حرفيا، ولكن جت المفاجاه ان انا نقص فيها 12 درجه بجد، 12 درجه. طيب ليه انا نقصت 12 درجه؟ لان انا ما حلتش الكتب اللي جت منها افكار بتاع امتحانات الثانويه العامه بجد. يعني انا حليت كتب ما جاتش منها اصلا افكار، يعني حرفيا مذكره دكتور احمد الجوهري قسما بالله بما يرضي الله والله ما تستحق ان انا يعني حرفيا كده افتحها، ما يستحقش ان انا اضيع وقتي فيها. فانا بقول لك بما يرضي الله والله انت ما تجيبش مذكره دكتور احمد الجوهري، ما تستاهلش. ضيعت فيها وقت كبير جدا، كنت بحلها هي اول مذكره، كنت اخلص مثلا مراجعه الفصل بعد كده اروح احلها، كنت بضيع مثلا على الفصل 3 ساعات احلها فيه، اقسم بالله ما جه منها سؤال واحد في امتحان اخر السنه. المذكره اصلا زي ما كنا حاسسها ان هي معموله من 2015، يعني المذكره مش نظام جديد ابدا، نظام قديم موت. يعني مش عارف انا يعني ايه هدف المذكره. فالمذكره بجد لا تستحق الشراء بجد، ما لهاش لازمه. يعني انا بذلت فيها مجهود كبير جدا في حلها وما جاش منها اسئله، فالحمد لله رب العالمين يعني دخلت كليه طب بشري برضه. فالمهم مذكره دكتور احمد الجوهري ملهاش لازمه انك تجيبها اصلا، ما جربتش مذكره مستر محمد امين الصراحه عشان بس يعني اقول بصراحه يعني. ولكن اللي تعتمد عليه في الاحياء كتاب الامتحان، كتاب التفوق، كويسين جدا جدا جدا، جت منهم اسئله بدرجتين في امتحان اخر السنه بجد، يعني تعتمد عليهم. فمذكره احمد الجوهري، دكتور احمد الجوهري، انا قلت لك وجهه نظري، عايز تمشي بيها تمام، مش عايز تمشي بيها ديت وجهه نظر براحتك. بعد كده الجيولوجيا. طيب الجيولوجيا اصلا هم متجمعين حرفيا دلوقتي معاك في كتاب الامتحان، يعني هم الاثنين الجيولوجيا والاحياء بقوا في كتاب واحد دلوقتي. ولكن في ثانويه عامه 2024 تعيش انت، كانت الجيولوجيا كانت منفصله في كتاب لوحدها وكانت رخمه وكبيره كده. الحمد لله رب العالمين برضو كنت ناقص فيها درجه في الجيولوجيا دي. طيب انا حليت فيها كتاب ايه؟ حليت فيها كتاب الامتحان وبس، ودخلت الامتحان نقصت درجه يعني. وعايز اقول لك ان الجيولوجيا حرفيا انت من غير ما تحفظها اصلا بجد تقدر تقفلها. انا ما كنتش بحفظها كويس، يعني كنت الجيولوجيا كانت عندنا تقيله موت، اخر بابين دول علوم بيئيه والحاجات دي كانت حفظ بحت. فحرفيا انا اعتمدت على كتاب المفاهيم ونقصت درجه. فاقول لك برضو ازاي تراجع الجيولوجيا والكلام ده باذن الله في الفيديوهات الجايه. انتوا عارفين ان كتاب اصلا الجيولوجيا والاحياء مع بعض، فاعتمد كتاب الامتحان في الاثنين كويس جدا جدا يعني. طيب بالنسبه بقى للكيمياء، بص يا صديقي، الكيمياء انا حليت فيها كتاب مندليف وكتاب الشامل. كتاب مندليف وكتاب الشامل كويسين جدا جدا جدا، وجات منهم اسئله بجد في الامتحان بجد. كتاب مندليف وكتاب الشامل كويسين. طيب اللي انا اتفاجئت بيه الصراحه بعد ما خرجت من اللجنه ان احنا كنا بنراجع مع بعض، ما كناش بنراجع مع بعض يعني اللي هو مراجعه اللي هو انت عملت السؤال ده ايه، لا السؤال ده ايه، لا. كان في 2 صحابي تمام بعد ما خرجوا من اللجنه قالوا ان كتاب الامتحان في النماذج الشامله اللي هي في اخر الكتاب
جت منه مسألتين بنفس الارقام بدرجتين، يعني جه سؤالين باربع درجات تمام كده من كتاب الامتحان في من النماذج الشامله اللي هي بتبقى في الاخر دي اللي هي امتحانات الشامله وكده. انا بجد ما حليتش كتاب الامتحان بجد في الكيمياء، فلو عايز تجيبه هو كويس برضه على فكره. طيب كده احنا خلصنا اهم كتب المراجعه اللي انا جبتها واهم كتاب في كل ماده. طيب خلينا بقى نتكلم على اهم فصل في كل ماده بجد. يعني مثلا عندك الكيمياء، لازم ولا بد الكيمياء العضويه. الكيمياء العضويه دي بجد 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 انا كنت داخل الامتحان اصلا حاسس ان انا بحل كيمياء عضويه بس، والكيمياء العضويه بيجي عليها اسئله بدرجتين كتير. يعني مثلا ممكن يجي لك عليها بتاع 5 اسئله بدرجتين، يعني 10 درجات بس كاسئله بدرجتين على الكيمياء العضويه. فلازم تركز على الكيمياء العضويه وتبذل فيها قصارى جهدك وتحل فيها 3 4 كتب دلوقتي. لو انت كده انت بتسمعني دلوقتي لسه ما خلصتش الكيمياء العضويه، فركز قوي 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 على الكيمياء العضويه وحل فيها كتير افهمها. وعايزك تنزل، عارف في بوسترات كده، في بوسترات اللي هو كيف تحصل على كذا من كذا، يعني هنزلها لك برضو على جروب التليجرام، هتلاقي جروب التليجرام في وصف الفيديو. وكمان من اهم الحاجات اللي انا حليتها، والحاجات دي الصراحه في ليالي الامتحان، يعني مش دلوقتي هقول لك عليها في ليالي الامتحان، ولكن بقول لك عليها من دلوقتي عشان تكون عامل حسابك يعني في ليالي الامتحان انك هتحل جريده الجمهوريه. جريده الجمهوريه بيجي منها بعضيش السؤال كده زي ما بيقولوا في امتحانات اخر السنه. طيب ازاي اجيب جريده الجمهوريه؟ انا باذن الله هنزل لك كل حاجه اول باول، سواء جريده الجمهوريه او سواء حاجات الملخصات اللي انا كنت عاملها على جروب التليجرام. هتلاقي لينك جروب التليجرام في وصف الفيديو ده او في اول تعليق مثبت. طيب بالنسبه للكيمياء اهم فصل فيها الا وهو الكيمياء العضويه. طيب بالنسبه للاحياء التكاثر والدي ان اي والار ان اي. بالنسبه للفيزياء فالفيزياء انا بحسها ليها تراكمي شويه، يعني كله معتمد على كله، فلازم تكون متقن الباب الاول عشان تحل الباب الثاني، لازم تكون متقن الباب الثاني عشان تحل الباب الثالث، لازم تكون متقن اصلا الباب الاول عشان تعرف تحل على الحديثه. فبحس ان الفيزياء كده مترابطه مع بعضها يعني بشكل منغم شويه. فلا الفيزياء تهتم بيها من اولها لاخرها حرفيا. بس مش عايز اطول عليكم اكتر من كده في الفيديو ده يعني، وباذن الله هنعمل سلسله اللي هو ازاي تراجع كذا، ازاي تراجع الفيزياء، ازاي تراجع الكيمياء، ايه الغلطات اللي انا عملتها في الاحياء خلتني انقص حرفيا 12 درجه، ايه الحاجات اللي انا عملتها مثلا في الانجليزي خلتني ان انا اقفله، الفرنساوي عندكم ما كانش حرفيا دلوقتي مش بينضاف، انا كان عندنا بينضاف والحمد لله جبت فيه 60 من 60 حاجه كده. باذن الله هنحاول نفيد بعض في الفتره الجايه. لو ما صليتش على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو عندك اي سؤال او لو انت جبت كتب المراجعه النهائيه اصلا اكتب لي في الكومنتات انت جبتها ايه، ولو محتاجين مثلا نزود كتاب هقول لك عليه باذن الله في الكومنتات. واخر مره لو عملتش اشتراك انزل اعمل اشتراك يا صديقي، والسلام عليكم.